في منتصف الليل دق الباب، فخرج النبي فوجد جبريل. خيرا، قال استعد فإنك ضيف الله هذه الليلة. فارتدى النبي أعظم ثيابه وخرج إلى باحة المسجد الحرام، فوجد ميكائيل ومعه البراق، دابة أعلى من الحمار وأقل من البغل، وهي وسيلة تنقل الأنبياء جميعا باستثناء داود وسليمان، لأن الله سخر لهم الريح. فلما أقبل النبي ناحية ميكائيل ورآه البراق انخفض كرامة وحياء للنبي محمد. ركب جبريل وركب النبي وركب خلفه ميكائيل، وانطلقوا من المسجد الحرام بداية الإسراء قاصدين المسجد الأقصى في بيت المقدس في القدس الشريف. والقدس قديما كانت تسمى إلياء ومعناها بيت الرب. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ بالأنوار في المسجد الأقصى والزينات والأضواء والملائكة وكل أنبياء الله. ربط البراق في حائط البراق، وليس حائط المبكى كما يزعمون الآن، هو حائط البراق. نعم، أرضنا وتاريخنا وتراثنا وأصولنا. عرفه جبريل لأنه كبير الرحلة: هذا أبوك آدم، وهذا أبوك إبراهيم، وهذا أخوك إسماعيل، وهذا هود. سلم النبي على الجميع واصطفوا ليصلوا الصلاة الإبراهيمية، لأن الصلاة الخاصة بنا دي فرضت في الملأ الأعلى في المعراج، نحن ما زلنا في الرحلة الأرضية. صلوا ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، وكانت ركعتان في الصباح وركعتان في المساء، موروثة عن نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام. فاصطف رسل الله كل في مكانه وحسب درجته، وخلفهم الأنبياء وحولهم الملائكة. ثم نادى جبريل في مفاجأة عجيبة وقال: يا محمد. قال: لبيك أخي.